ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 وحشتوني. من هنا للسنة الجاية هفضل اقول وحشتوني. يا لها من غيبة طويلة وانقطاع اطول. عارفين في الغيبة والفترة الطويلة دي الواحد كان بيفكر، يعني هل هيرجع هل ما هيرجعش، هل هيقف وخلاص ويبطل كل حاجة، ولا ممكن يبقى لسه في أمل إن هو يشتغل يعني. بس عارفين الموضوع بيبقى صعب، وفكّرت كتير على فكرة. يعني أنا عمري ما كنت أتخيّل إن أنا ممكن أشارك اللي أنا هاتكلّم فيه معاكم ده، أو إن أنا هافتح الكاميرا وأتكلّم، لإني مش ضليع أوي في إن أنا أتكلّم وأحكي. ولكن لو حد يعرف بدايات اليوتيوب أصلًا، هو اتعمل عشان كده. يعني هو اليوتيوب أصلًا اتعمل علشان إنّك تفتح الكاميرا وتتكلّم، تقول اللي أنت عايزه، تشارك الناس معلومة عندك، ولكن كفيديو مش كpost زي ما كان الفيس موجود وقتها. وبعدين أنا حاسس إن أنا عايز أتكلّم، يعني حاسس إن أنا عايز أحكي، عايز أفتح الكاميرا وأتكلّم من غير لا فزلكة إضاءة ولا مونتاج مش عارف عامل إزاي، ولا لا، لا، لأ، ولا حتى سيناريو مكتوب ولا حسبة معمولة. حاسس إن أنا عايز أتكلّم، عايز أتكلّم حتى بشخصيتي، عايز أطلع كده زي ما أنا، واللي ييجي في دماغي أقوله. ف أنا مش عارف مين ممكن يسمع الفيديو ده، أو مين ممكن يبقى مهتم إنه يشوف حاجة زي كده، وخصوصًا إنك ممكن تكون أول مرّة تشوفني على الشاشة. بس يعني كمّل معايا للآخر، يمكن أنا أقول معلومة أنت محتاج تسمعها، أو أنت عارفها بس مستني حد غيرك اللي يقولها لك. زي كده أنا برضه كنت مستني كتير لغاية ما المعلومة اتقالت لي، فقُمت عملت الفيديو اللي بيعمله قدّامك ده. وأعتقد إن ده مش هيكون أول فيديو وآخر فيديو، يعني أعتقد إن هيبقى في سلسلة كتير إن إحنا نتكلم فيها مع بعض. أي حاجة تيجي في دماغي هابقى نفسي أشاركها معاك وهاطلع أقولها، وأنتم يعني من حقكم تسمعوا وتناقشوني. نعمل كده حالة من زي اليوميات، هنطلع نتكلم وخلاص. مش مهم هنتكلم في إيه، مش مهم يبقى الموضوع بيتكلم في إيه، ولكن إحنا هنطلع نفضفض كل شوية في 7، 8 دقايق، حاجة في السريع منها كده. أنا ما أعرفش السلسلة دي ممكن يبقى اسمها إيه، ما أعرفش، بس على أمّا الفيديو ينزل ساعتها هتنزل باسم سلسلة، بس يعني هاكون فكّرت لها، بس لغاية دلوقتي أنا ما أعرفش. فقررت إن أنا عايز أفتح الكاميرا وأتكلم، من غير أي حاجة تانية. طيب للي ما يعرفنيش، أنا اسمي أشرف خالد، صانع محتوى تقريبًا من 2016. عملت حاجات كتير كانت كويسة، وكانت مشاهداتها نوعًا ما كويسة في 2016، وبالنسبة لواحد كان لسه مش معروف، فكانت بالنسبة لي فرقعة كبيرة جدًا. واحدة، واحدة بدأت الفيديوهات دي تبقى تتشاف، والناس تقول والله ومش عارف إيه وكده. واختصارًا بقى لكل الكلام، أنا نمت صحيت لقيت القناة مش موجودة. ما أعرفش بقى strike copyright، أنا ما بافهمش في الحاجات دي أوي، وما زلت لغاية دلوقتي على فكرة والله ما بافهمش فيها، وماشيها كده على الله، زي ما تيجي، تيجي، ما ولا في دماغي، لا بقى مزيكا عليها حقوق ملكية ولا صور ولا هو زي ما بتيجي في دماغي باعملها. عملت قناة من جديد وبدأت أشتغل فيها مرّة و2 و3، بس كانت خلاص بقى المشاهدات بدأت بقى إيه، مرّة في التانية بتحس إن أنت يئست، خلاص بتاخد قرار إن أنت ما عُنتش قادر، مش عايز تشتغل، بتتعب على الفاضي، بتمنتج على الفاضي. ممكن يعني أنا ممكن كانت فكرة واحدة مثلًا تاخد منّي بتاع أسبوعين 3 شغل، من تصوير لمونتاج لكتابة لفكرة، وبعدين ما تجيبش أي مردود. فبتيجي تحزن شوية، في حين إن أنت في الفترة دي، يعني الفترة اللي فاتت دي كلّها، كان بقى بيطلع ترندات غريبة، وتلاقي حاجات طالعة أغرب من اللي أنت متوقعه، وتجيب مشاهدات عالية جدًا. فتبدأ تقول ليه، يعني هو أنا ليه مش زي ده، ليه مش زي دي، يعني ده طلع ترند أنا ما طلعتش ليه، وأنا يعني عامل حاجة وحشة؟ يعني على الأقل حتى هيبقى ليها مردود، ما فيش خالص. فبتبدأ واحدة، واحدة خلاص بقى شغفك بالموضوع بيموت. يعني أنا كان أفتكر يحيى رضوان عمل فيديو قبل كده كان اتكلم فيه بتاع التِك، كان اتكلم فيه قال لك إن صناعة المحتوى أو الشغف اللي أنا كنت باعمله لمّا بيتحوّل فلوس أو رأس مال، أو إنه مصدر دخل أو شيء بقى شغل، بيفقد المتعة اللي هو كان عايش فيها، أو بيفقد الحاجة الكويسة اللي هو كان أصلًا بيعمل عشانها الموضوع ده. ومؤخرًا برضه محمد كيو لسه منزّل فيديو بيتكلم فيه على نفس الموضوع، وأحمد أبو زيد في سلسلة يومياته اللي بيعملها طول الفترة اللي هو من بعد ما سافر فيها. لأ، قد إيه أنت بتكتشف إن أنت في صراع وفي دوّامة مش أنت اللي حطيت نفسك فيها أصلًا، يعني أنت محطوط فيها مُجبر. بتكتشف إن أنت طول الوقت مش عارف أنت عايز تعمل إيه، لإن اللي حواليك مصدّرين لك طول إحنا أحسن حاجة. هتشتري عربية هتلاقي في على السوشيال ميديا اللي بينزّل إن اشترى أعلى عربية. عملت فورمة هتلاقي اللي منزّل على الفيسبوك إنه، أو على الإنستجرام أو الكلام ده، إنه عامل فورمة ما حصلتش.
هو مش هيورّيك أيام ما كان مدهن وكان تخين، ودي مش هتورّيك أيام ما كانت بتستلف حق المواصلات يعني، ولكن أنت فجأة بتلاقي الفيديو ده، فبتلاقي الحاجة اللي أنت بتعملها أنت ما بقيتش راضي عنها، ومش راضي عن اللي أنت وصلت له لإن في أعلى، أنت على طول محطوط في مقارنة، أنت ضحية، أنت مش حاطط نَفْسك في المقارنة دي. نَفْس الحكاية أنت في غيرك بتكتشف إنه اتشهر أو بقى trend أو بيجيب مشاهدات، فلمّا تيجي تعمل تقول طَب أنا ما أنا عملت، أنا مش زيه ليه؟ طَب ارجع للhistory بتاعته، يعني شوف هو بقى له قد إيه، أنت شُفته لمّا انفجر فجأة، طَب هل أنت شُفته لمّا بقى له 3، 4 سنين بيحاول؟ يعني أعتقد أبو فِلّة كان بيتكلّم بيقول لك إنه وصل ل10.000 مشترك أو 100.000 مشترك تقريبًا في 4 سنين، فأنت عايز في لحظة تفرقع ممكن تيجي، بس مش ده الdefault مش ده الطبيعي إنه بيحصل. لكن في ناس ممكن تفرقع بشكل كبير، وبالتالي أنا لمّا الفترة دي قريب كده بدأت أفكّر، اكتشفت إن أنا فقدت أهم حاجة أنا كنت باعمل عشانها أصلًا صناعة المحتوى، هو الاستمتاع، كنت باحب جدًا إن أنا أفتح الكاميرا وأصوّر وأعمل كاركتر و2 و3 وأمثّل أو أصنع محتوى عمومًا أو أعمل حاجة وأقعد أفكّر فيها، المتعة اللي كنت بالاقيها وأنا باجيب الفكرة وباكتبها وأمنتجها وأصوّرها، اكتشفت إن أنا فقدت المتعة دي جدًا. وأنا قد إيه كنت بابقى سعيد وأنا باعمل الحاجة دي، أنا فقدتها لإني أنا قررت في لحظة إني أنا مش شبه الناس دي، فخلاص مش هاشتغل، أنا مش هاعمل حاجة، أنا مش عارف أوصل لحد، في حين إنك لو شافك 2 شافك 4 شافك 1 وقال لك رأيه إن أنت كويس أو وِحِش، دي في حد ذاتها مكسب ليك، لإن أنت مش في يوم وليلة هتلاقي اللي بيشجعك أو في يوم وليلة هتلاقي اللي يعرفك، لإن هو ما يعرفكش أصلًا، هو ما شافكش قبل كده، فهو محتاج يجرّبك، محتاج يجرّب المحتوى بتاعك ويشوفه كام مرّة و2 و3 عشان يقدر يدّيك مردود. فأنا من دلوقتي قررت إن أنا مش هاركّز على مشاهدات وsubscribe، ماشي إنِّك تعمل لي subscribe وتعمل like ده شيء كويس وبيساعد القناة وبيفرّحني وبيعرّفني قد إيه إن في ناس مهتمة بالمحتوى. ولكن مش هو ده الشغف اللي أنا باعمله، يعني أنا لمّا صنعته أنا مش عامل عشان الsubscribe، أنا مش عامل عشان اللايك، أنا عامل عشان أنا أستمتع، وغيري لمّا يتفرّج على المحتوى يستمتع، كان هي دي فكرة صناعة المحتوى عمومًا ولكن إحنا اتحطينا في القالب اللي مخلّينا طول الوقت تحت الضغط والstress إن إحنا لازم نعمل، لازم نتقارن بفلان، وعشان كده أنا بجد حابب السلسلة دي جدًا، أنا حابب إن أنا كل فترة والتانية أطلع أتكلّم من غير قيود، يعني من غير script من غير ما أبقى محضّر حاجة، هي موضوع كان نِفْسي أتكلّم فيه وأتناقش فيه، فيالّا نعمل فيديو نتكلّم فيه ونتناقش فيه مع الناس، بدون أي قيود، بجانب إن أنا هارجع أعمل المحتوى اللي أنا باحبه تاني، سواء كان القصص والتمثيل اللي أنا باعملها أو حواديت جدو اللي أنا ناوي أرجع أعملها تاني، لإن أنا تقريبًا شِبه باصوّر في نُص الlocation بتاعه، أرجع أصوّر تاني عشان أستمتع وأنا باعمل إعداد للحلقة وأنا باصوّر الحلقة. فإن شاء الله هنتقابل أكتر وهنتكلّم أكتر باستفاضة أكتر، وهيبقى عندنا أفكار كتير نتناقش فيها أنا لسه ما أعرفش. شكرًا ليكم لو أنتم بتسمعوني لغاية دلوقتي، أو أنت خدت من وقتك 10 دقايق علشان تسمع شخص بيتكلّم بيقول حاجة جوّاه، ويمكن ما طلّعتش ولو 20% من اللي جوّايا، بس هتطلع على مدار الحلقات بعد كده، ويا رب أكون قُلت معلومة يمكن حد فيكم يكون محتاج يسمعها غيري. والموضوع ده مش متعلق بالفيديوهات بس، ده متعلق بأي شيء في الحياة، وهنتكلم في ده باستفاضة بعد كده قدّام، وأشوفكم في فضفضة جديدة، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، هو مش ده الأساس ولكن يعني ده هيبقى في تقدير منكم ليّا ومساعدة. شكرًا ليكم جدًا وأشوفكم في فضفضة جديدة، سلام عليكم.